مشروع جد مربح مع عبد المغيث. المقادير الأصلية للحرشة ديال الزنقة اللي ممكن أنك تخدميها في سيدنا رمضان، وكذلك تحضريها في الكوتي في أقل من 5 دقائق. والأكثر من هذا نافع حتى بالنسبة للموظفات، بحيث أنها كتبقى في المجمد. أجيو نشوفوا المقادير وطريقة التحضير، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. هنا كيف ما كتشوفوا معايا كناخد السميده اللي كتكون رقيقه، وكنكون جايباها قبل عابراها نص كيلو نص كيلو نص كيلو في البلاستيكه باش ما نضيعش وقتي في العبار الخاوي. يعني كنكون فارقه نص كيلوات، ما ديوش على داكشي اللي من ورايا. راه خصكم غير لقات البوطاجي كبير وجلسات تحط وتعرم فيه. عندنا ما غادي نديرو، غادي نضيفو على هاد المكونات اللي عندنا السنيده اولا السكر الخشن. هنا عندنا نص كاس ملي كتكون رقيقة، وهاد المقادير راهم مختلفين على اللي عطينا لكم البارح، وكيجيو حسن وافضل منها. انا شخصيا حتى الدقيقة 95 كنوض كنديرها ليهم ونحضرها ليهم، ومعتمدة عندي، وكنت كنخدم بها الكليان ديالي وكانوا كيحماقوا عليها. نخلط هاد المكونات وغادي نضيف خمارة واحدة ديال الحلوى، نخلط وغادي نضيف القليل من الملحة. وهنا مشيت باش غادا ناخد الملحة. بالنسبة للملحة خصها تكون شوية كثيرة باش تهرس لينا المذاق ديال الحلاوة. يعني حتى الا بغيتي تضيفي فيها هكا الزيتون اللي تيكون مقطع اولا الطون اولا البصلة فكتجي معها، ولكن كنقصو من الكمية ديال السكر الخشن او السنيدة. نخلط مزيان فوالا. ومن بعد غادي نضيف على هاد المكونات اللي عندنا الزيت اللي كتكون ديال لو سيور اولا ويلور اولا كريستال، او الا كانت القضيه مزيره كناخدها لا. ولكن هاد الانواع اللي قلت لكم عليهم ما تفوتوهمش البنات، حيت هما اللي تيعطيونا هذيك التذهيبه اللي كتكون عندنا في الحرشه. معلقه كبيره ديال الخميره ديال الحلوى ديال الخبز اعتذر، كتكون عامره خاصه مع الجو اللي دابا بارد، وهي السر باش كتجيني من الداخل مفشفشه ماشي متقصه. نخلط وغادا نضيف كاس ديال الحليب اللي شاطيه من الفطور ديال الصباح واللي اكيد ما يطرماش. نخلط مزيان وغادا نضيف عليه كاس ديال الماء اللي كيكون دافي بدرجه حراره شوفوا، يعني ماشي سخون بزاف وماشي بارد. الا كان سخون بزاف تيطيح ليا الخميره، وإلا كان بارد كيخلي ليا الحرشه متقصه. هنا غادي نحيد هاد اللعيبه، حيت هذا اللعب ديال الدراري الصغار والتبوزيق، وما كاين ما احسن من الحاجه تخدميها بيديك كيف كتشوفوا معايا. هنا غادي نخلط فوالا، وماشي ندلك وماشي نعرك، غير تتجمع فقط. فوالا نجمعها في واحد القنت ونخليها جانبا. في هاد الاثناء غنمشي نغسل يديا ورجع لكم. غادي ناخد عاوتاني السميده، وهنايا كنت كناكل من اللي كانت من البارح من كثرة اللذة والمذاق ديالها. شويه ديال السنيده ونسد البواطه ديالي. نخلط هاد المكونات جيدا
ومن بعد نبدا ندير شكل ديال كويرات دائريين اللولب جهد القيمة ونحط فوالا، ونلبسها كاملة بالسميدة اللي مخلطة مع باقي المكونات، غير هي ما نحطش وحده فوق وحده باش ما تمعكش ليا، وخصها تكون كامله دايره عليها السميده وملبسه بها. فوالا فوالا مازال باقا السميده كتلوك ليا فمي. من كثرة المذاق اللي كيجي ديالها رائع جدا. فوالا نديها ونجيبها بهاد الطريقة. فوالا فهاد الأثناء غادي ناخد غلاقة اللي كتكون ديال شكلها ديال نوتيلا، نوضع فيها السميدة شوية هكا، وندير بيديا الكرة نضغطها غير شوية ماشي تا كتلصق تماما، غير تاخد لا فورم ديالها فقط. اجي ناخد المقلة، هادي مرحلة مهمة، غادي نرش بالزيت، انا دايرة فهاد تويشية، شكر خاص لأمي على النصيحة. ما كنرش عليها لا سميدة لا حتى حاجة، غير هي ملي كنبغي نقلبها كنكون ديجا ملبساها مزيان بالسميدة، وملي كنورك ما تنخليهاش السميدة تدخل ليها لداخل، كنخليها غير على برا. وضروري البنات ما يكون عندكم بحال هاد اللعيبات، راه زوينه بالنسبه للمسمن والحرشه، وكذلك حتى المخمار كطيبو، خاصه هذا الحرشه اللي كتكون كبيره راه كتجي فيها رائعه. فوالا هانتوما بالنسبه للناس اللي بغاو يديروها في المجمد كنصوبوها غير هكا، كتكون باقا شويه شاده راسها، وكنديرها في البلاطو وكنفرق بيناتها بلاستيكه، وكنكمل هكا العمليه حتى كنسالي كلشي، وكنفرق بيناتهم بلاستيكه وكندخلها المجمد. ومن بعد ما كتجمد كنجمعها